قصه هذاك تاع بوسماعيل، هذاك هشام الوهراني اللي راه نظن تم القاء القبض عليه، مانيش متاكد. قصه شفناها وعندها خلفيات. لماذا تكلمت على هذو تاع الكريتوس؟ هذو تاع الكريتوس لانه هذو زوج خاوه كانوا في السجن، عندهم شهرين ملي خرجوا لاكراس في جويليا. بمناسبه 5 جويليا رئيس الجمهوريه عطاهم عفو رئاسي وخرجوا، كان محكوم عليهم عامين، قضاوا اشهر 6 شهور والله، والعفو الرئاسي خرجوا. يعني هما عندهم ثقه عمياء في عمي تبون انه القاضي يحكم عليهم بعامين ولا 3 سنين، وهو ينتظر 6 شهور راقد ماكل شارب ويداوي ومتهني، وبعد يلحق 5 جويليا او اول نوفمبر ويخرج عفو. يعني الطفرة هذايا يشدوه دركا باش يحاكم من نوفمبر، تسمى راحت له حتى الجويه الجاي، معناتها يضرب من نوفمبر دركا كيشدوه حتى الجويليا، روبو البرد والشتاء، يقعد في دارهم البرد ويفوت البرد هذاك في الحراش، دافي ماكل شارب يدير سبور، والزطله تدخل الحبس، تدخل الزطله يعني كاشيات الزطله شكايه، وقايم بروحه بيان يوصل جويي يستنى عمو تبون يعطي له العفو ويخرج ويروح. بينما واحد رب عائله عنده 6 ولاد وامهم وبي وامه يخدم عليهم وعائله يخدم عليها، شدوه ب6 كراطن تاع بيض، حكموا له 15 عام وعقوبه مشدده، لا عفو رئاسي لا ولا 15 سنه استغفر ربي اسم رزقك ما ينحيهملكش. التهمه نتاعو انه لقاه عنده 10 كراطن بيض، حب يربح شويه باش يخدم على العائله تاعو. انا ضد طبعا، مانيش راني نقول لي حاجه مليحه لا، ولكن 10 كراطن بيض او 10 قناطر، 10 كراطن بيض او 10 قناطر بطاطا تضربه ب 15 سنه عقوبه مشدده، هو رب عائله ما يسطل ما يتكيف ما يسكن، ما هو مسكين يخدم، طمع الجشع والطمع خلاه يحوس يربح اكثر. نعم هذا امر غير مقبول، يعاقب ولكن ما يعاقبش 15 سنه، اعاده تربيه نزيره ونعطوا له عام عامين. بينما اللي يضرب بالسيف والزطله والكاشيات والدنيا واخده يحكموا عليه عامين، لانه القانون يقول هكذا عامين، ويضرب 6 شهور بعد كعمو تبون يعطي له عفو رئاسي، يخرج ويزيد يدير عمليه و400 مليون يديهم، و400 مليون هذه ما يرجعهمش. الان كي يسقسوا في المحكمه يقولوا كليتهم صرفتهم، يروح جيبهم لنا ما عنديش خلص الحبس، هو راه خباهم، كي يخرج يلقى 400 مليون تسنى فيه، لانه 400 مليون مش راح يرجعها الا اذا كان مصالح الامن حكموه متلبس. اذا حكموه ب 400 مليون ها هم داوها له صح يرجعوها لمولاها، لكن اذا كان صرفهم او خباهم او مدهم كشمال واحد راحوا. القاضي ما يقدرش يقولوا جيبهم بالسيف، يقولوا نعوضهم لك حبس، عوضهم حبس ما كاش من نزز معاه، نعوضهم حبس عمي تبون بعد يطلقني. القاضي مش راح يقول له حطهم بالسيف، يقول له 400 مليون، يقول له كان يسالها لي مول الزطله عندي عام وانا نسطل من عنده في الكاشيات وما خلصتوش، خلصته وراه مول الزطله ما نعبيش في الصحراء راح، ما نقولكش شكون هو، ما دخلك، حكم عليه الحبس، احكم عليه الحبس ودبر على السوق. القاضي يحكم عليه بالحبس بناء على قانون العقوبات اللي هو عامين حبس، يضرب 6 شهور ويخرج. هذه الظواهر هذه عندها علاقه بالبطاله، بمنحه الشباب، باشربوا الكاشيات ونعطيكم الدراهم ما كانش مشكل، خير من اللي يديكم زيطوط ويديكم المراركه ويديكم الخونه. يعني هذا كلام الرئيس، يعني راهو قالها على المباشر اننا نعطيكم رشوه خير ما يدوكم اعداء الوطن. شكون هما اعداء الوطن؟ يدوكم يا اما يديكم ثعبان الاقرع زيطوط، ولا يديكم فلان، ولا يديكم فلان، ولا يديكم مراركه. يعني تفسير غير منطقي يا تبون، تفسير غير منطقي. يعني نتايا هذو الزطايليه تعطيهم سكتهم مليون 300 ولا مليون 500 باش ما يدوهمش الجماعه المغرر بهم، باش ما يدوهمش الجماعه العملاء الاجانب. يا ربي هذا قسم بالله غدوه، هذا اللي باع الزطله وباع امه وباع اخته وباع بلاده وباع عقله وباع ضميره، غدوه لو كان يجيه نتنياهو يقول له روح نعطيك، اقسم بالله يروح، هذا فاقد عقله. سيدي اللي رافد السيف ويهدد في الناس بالقتل، هذا تحوس تكسبه، بعد تحوس تكسب المافيا تبون تحوس تكسب العرايه، تعطي رشوه للعرايه الزطايليه باش ما يروحوش. هي كارثه، هذا تفسير غير منطقي. الشباب البطال الجامعيين الدكاتره اللي راهم يعانيوا، اللي راهم يعانيوا من البطاله، هذو ما تشريوهمش. لماذا؟ لانه انت راك في قائمه الموظفين راح تخدم دوك ما خلوكش، او خدمت 6 شهور مستخلف ما عندكش الحق. دكتور في العلوم السياسيه عنده دكتوراه ماستر ولا دكتوراه ولا عنده شهاده عليا، خدم مستخلف 4 شهور 5 شهور، ما عندوش الحق في المنحه، ما عندوش الحق لانه مسجل خدم. واللي عمره ما خدم وعمره ما قرا وعمره وطول حياته زطله عنده الحق في المنحه باش ما يدوش زيطون.
يعني انا ما نخافش من مثقف يديه، هذول اللي تخاف منهم انت بون، تخاف من الدكاتره والاساتذه يديهم لك زي تطر يديهم لك مراركه. ما تخافش انت من هشام هذا والله من مش عارف هشام الوهراني والله هذا العرايه هذا تاع الكاليتوس يدي هذو العرايه هذو المروك يدير بيهم؟ كي يديهم الحموشي واش يدير بيهم؟ سيد زاطل طول النهار واش يدير بيه؟ واش يدير مع عزرينو؟ تفسيركم مش منطقي. واحد يسالني يقول لي بزدير ما هو الحل؟ الحل هو انه يكون فيه قانون جزائري جديد يتماشى مع هذه المستجدات الخطيره التي تهدد كيان الدوله. انه هذا جماعه الكاشيات والزطله اولا عقوبات مشدده، ثانيا ممنوعين من العفو، ممنوعين من العفو، هذا ما كانش. اذا حكم له القاضي 5 سنين لازم 5 سنين يقضيها. ثالثا وهذا اهم شيء، ثالثا وهذا اهم شيء، وضعهم في معتقلات وليس في سجون مكيفه، لانه هذو بحاجه الى اعاده تربيه. هذو ما مش مساجين سياسيين، هذو مساجين يهددون الامن العام، يهددون استقرار البلاد، يهددون حياه الناس. هذو لازم لهم معتقلات في اقصى الصحراء. نعاود نرجعوا المعتقلات تاع 92، معتقلات اللي تفتحت في 92 لاطارات الجبهه اللي كانوا دكاتره واساتذه. انا واحد من الناس كنت ضد المعتقلات، نعم، وشرحت الموقف لماذا انا كنت ضد المعتقلات في الصحراء. لكن هذا المجرمين لازم لهم معتقلات، لانه المعتقلين تاع 92 اللي داوهم الرقان وواد الناموس والاماكن تاع الصحراء هذيك لا تليق بهم، لا تليق بهم. كانوا اساتذه ودكاتره جامعيين في المعتقلات. كان خطا سياسي وخطا امني فرضته الظروف، لانه في ذاك الوقت ما كانش سجون كبيره كما درك السجن تاع القليعه، سجن مش عارف انا خنشله، سجن وساره، سجن الجلفه، يعني السجون الكبار هذو. بكري ما كانش، بكري كاين سجون القديمه تاع فرنسا اللي خلاتهم من وقت فرنسا، الحراش وسركاجي وكذا، ما تكفيش، اذا داوهم لاقصى الجنوب في معتقلات مفتوحه. لكن الان لا، الان لا، الان هذ المساجين المجرمين تاع السيوفه وتاع الزطله وتاع الكاشيات مكانهم في الصحراء، يقضي 5 سنوات اشغال شاقه، يغرس الشجره في السد الاخضر في اقصى الجنوب، ويغرس النخل ويغرس الشجره ويساهم في بناء السدود. 5 سنين الضوء ما يشوفوش، باش كي يكمل 5 سنين واذا كان بقى على قيد الحياه ويخرج ما يزيدش يكرر نفس الجريمه ويزيد يجبد السيف ويروح يبراكي الناس. هذه نتاع العفو والعقوبات المخففه عام عامين، وينتظر العفو تاع عام يتبون ويخرج ويلقى 1,600,000 ولا 1,700,000 ولا 1,300,000 نتاع التشومير، يلقى فيه تستنى فيه يعطوها له رشوه، رشوه باش يسكت وما يروحش في حضن الابواق الخارجيه. اللهم الا اذا كان فيه سياسه ومنهجيه وخطه وكونتر خطه تشجع هؤلاء تجار المخدرات. في هذه الحاله قولوا لنا اذا راكم انتم اللي تصرون الحاحا على مضاعفه هذا المجرمين وتكاثرهم، قولوا لنا.